السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. هلت روايح العيد وعملنا كحك العيد بكل تكاته وحركاته وأسرار زمان. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. النهاردة هنعرف ازاي عملنا الكحك الجميل ده، ويلا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة. معايا 3 كيلو من الدقيق، عليهم كيس كيك شيف، عليهم 8 كيلو من السمسم. هقولك الطريقة والمقادير وطريقة العمايل خطوة بخطوة، ويا رب طريقتي تعجبكم. وبعد ما نزلنا بالسمسم هننزل بذرة من الملح، وهنبدأ نقلب المكونات الجافة مع بعضها بالشكل ده. طبعا كحك العيد لازم يتعمل في البيت عشان تفرحي ولادك. وعلى 3 كيلو دقيق بالظبط هعمل كيلو ونص سمنة، بسخنها على النار وهنزل بالسمنة بالتدريج، علشان الأول هنبس الدقيق بالسمنة، والخطوة دي مهمة جدا. شايفين السمنة أنا أساسا مش مستحملة السخونية بتاعتها، لازم تكون كده عشان الكحك بتاعك يطلع دايب وجميل. ودلوقتي هبدأ أبس الدقيق بالسمنة بالشكل ده، يعني تفركي الدقيق كويس جدا على كف ايدك بالطريقة دي. ما شاء الله. ننزل بكمية سمنة كمان عشان نكمل بس الدقيق، بتبسيه لحد ما يبقى معاكي مرمل بالسمنة، وبكده بيكون بستيه كويس. طبعا 3 كيلو دقيق عليهم كيلو من الحليب، عليه معلقتين كبار خميرة فورية، ولكل كيلو دقيق ليه معلقة سكر. حطينا السكر في اللبن الدافي وعليهم الخميرة الفورية او الخميرة بيرة، يفضل طبعا خميرة بيرة في العجن للكحك. وبعد ما قلبنا الخميرة هننزل بالسمنة. مهم جدا وانت بتعجني الكحك يكون اخر خطوة بتعجني فيها يكون بالسمنة، يعني تلفي الكحك بالسمنة اخر خطوة عشان يبقى معاكي دايب وقوامه حلو زي ما انت عايزة. ودلوقتي انا حطيت كمية السمنة كلها، هبدأ اقلب العجينة لحد ما العجينة تتشرب كمية السمنة كلها زي ما حضراتكم شايفين كده. ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين الجمال؟ الله اكبر. ريحتها وقوامها جميلة جدا. طبعا هتسيبيها ترتاح عشان العجينة دلوقتي سخنة. كل ما هتسيبيها ترتاح هتعرفي تشكليها. ودلوقتي قطعت الملبن كور صغننة كده زي ما حضراتكم شايفين. تدهني ايدك بدهنة من الزبدة وتبدأي تقطعي الملبن او العجوة بتاعتك. وهناخد حتة من العجينة ونحط في قلبها الملبن بالشكل ده، وتبدأي بقى تشكلي بالمنقاش الشكل اللي انت عايزاه.
وبالطريقة اللي تحبيها، وبيكون شكل الكحكة معانا كده. كل سنة وحضراتكم طيبين جميعا، ويا رب يعود علينا وعليكم الأيام بخير. طبعا جو الكحك في البيت جو سعادة وفرح للأطفال قبل الكبار. كل ما تسيب العجينة ترتاح كل ما هتشكليها براحتك، والنقشة هتبان فيها أكتر عشان بتبقى سخنة. طبعا من المكونات السائلة بتبقى سخنة. ودي الأشكال اللي أنا شكلتها بالشكل ده. شايفين ما شاء الله النقشة باينة وجميلة جدا، حتى بعد التسوية مش هتسيح عشان العجينة ارتاحت بعد ما عجنتها حوالي ربع ساعة. الطريقة دي ناجحة وممتازة من أول مرة هتجربيها، لأن دي طريقتي كل سنة بعملها ومقاديري ما بتتغيرش. ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، ولا أجمل ولا أروع من كده. ودلوقتي هنعمل المنين اللي بالعجوة. بتشكلي العجينة لكحك ومنين وأي أشكال انت حباها. أنا عامة بفضل الأشكال اللي أنا عملتها قدام حضراتكم. ودي بعد التسوية. بسم الله ما شاء الله، شايفين جمال التسوية؟ شايفين الكحكة من فوق ومن تحت عاملة ازاي؟ ما شاء الله. تسوية درجة واحدة فوق وتحت نفس الدرجة. طبعا بتسويها على نار هادية، بتكوني مسخنة الفرن قبلها ب5 دقايق. ريحته تحفة بصراحة والله، جايبة من آخر الدنيا. ودلوقتي هنرص الكحك بتاعنا بالشكل ده. شايفين ما شاء الله النقشة اللي وريتها لحضراتكم قبل التسوية هي موجودة بعد التسوية، عشان مقاديري مظبوطة والعجينة اتعجنت كويس. شايفين ما شاء الله، والله تسلم ايديا. شايفين جمال التسوية؟ شايفين الكحكة متفرغة من جوه ازاي؟ شايفين دايب قد ايه؟ لو انت عايزاه دايب اكتر بتزودي السمنة، بدل 1.5 كيلو على 3 كيلو دقيق بتخليهم 2 كيلو الا ربع، وبتقللي اللبن. بس بالطريقة دي بيبقى احلى كحك
ولو مش مشتركة في القناة ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واللي جاي احلى ان شاء الله. وكل سنة وحضراتكم بخير وصحة وسعادة، ورمضان كريم علينا وعليكم، وعيد سعيد علينا وعليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.